قال لي ايش؟ قال له وعدت زوجتي 20 سنة ويوم تتطلق، وانت ما اتصور ترضى بهجمان بيتي. قال له عم انا معتذر منك وجزاك الله خير ما قصرت، وهاي 3 دنانير ذهب او 3 ليرات ذهب، هاي اجرتك مال 20 سنة. كانت يعني فد مبلغ. هو حط غريضاته بجيبه وطلع الزلمة، راجع بعد 20 سنة يريد يروح لزوجته بالدرب. صار رفج الدرب، شاف شايب وولد 2 يتمشون، واحد سمى الثاني، صارت الدرب يريد يخلصوه، لازم وقت ما يخلص سوالف كذا. فبالطريقة هذا الأبو سأل شايب ساكت، الشاب سأل الولد الاثنين، قال لهم هذا أبوكم شو ما يحكي؟ قالوا هذا أبونا أبدا ما يتكلم، كلامه بفلوس. قال لهم عجيب، ليش كلامه بفلوس؟ قال لهم هذا أبونا يعرف لغة الطير. لغة الطير بس المعصومين يعرفوها. الإمام الصادق يقول علمنا منطق الطير. أبونا يعرف لغة الطير، ومن يريد يتكلم بفلوس. قال ليش؟ قال لهم كلامه كله حكم، ما يسولف شي فارغ هوى الصفط يعني تنظر ماكو. هو باوع بجيبه 3 دنانير، مد ايده لواحد منهم قال خله اشوف ايش يسولف. يجي شو يسوي؟ اعطاه اول دينار. قال له ها حجي تحكي ما تحكي؟ قال ايه. قال له شو تقول؟ قال له اقول اذا مررت بشاطئ ورأيت هذا الخورة اللي يسمونها الخورة، ورأيت الخطر قف حتى يقف الخطر. قال يا والله حكمة هاي، شنو يقف حتى يقف؟ وادري بيه اذا اكو خورة موجودة بالشط ما حد يطب. قال خلي اشوف بلكي تطلع الثانية بها حظ، مد يد الجيب اطلع الثاني. قال له حيثما رأيت الغراب ينعق ويحوم في مكان قف لتعرف شيء. إذا شفت الطيور متجمعة وتفتر هالشكل أوقف حتى تعرف شكو. قال هاي بيها شوية أهون من الأولى، شوية بيها أفيد. هالسنة أنا جيت نظيف انظف من التشينكوة، دخل أصير انظف من التشينكوة بعد مرة هاي من عندي، مد إذا جيبه طلع الدينار الثالث. قال له عمي شو دخلهن وخلصني، بس اعطيني الثالث. شنو؟ قال له الثالث إذا قدمت، هنا شاهدي، إذا قدمت على فعل. طبعا أخوانا هاي الرواية من تراث جنوب أفريقيا. دول الأدب الأوروبي والأفريقي كلش أدب مهم، بس احنا مو مهتمين بالثقافة، لأن احنا تاريخنا متيهي. احنا لو ما تاريخنا متيهي كان مع عاجز علي بن أبي طالب حفظناها لأطفالنا عن ظهر قلب. ما ندري متيهين المشيتين. هذا التاريخ جنوب أفريقيا عندهم هاي الرواية. هسه هي حقيقية خرافية لكن هي منطقية وبيها درس. قال له هذا الدينار الثالث، قال له إذا قدمت على فعل وانت عصبي احسب من 1 ل25. هاي مش يا زلمتنا. وصل الى نهر، شاف هاي الخورة تفتر، اجا واحد فارس راكب على ظهر جواد. الفارس راد يطب وين؟ للنهر. قال له اوقف هاي الخورة تكتلك. ما سمع كلامه، جيت هو والحصان. راح هذا الفارس انبلع مات، الحصان هم أركس إلى قوائمه يعني الاشتافة، إلى أن أول ما نزل الحصان راد يغرق وقفت الخورة. راح